مصرنا لو كنت نهارا ما اشتهيت أن أكون غير نيلك يا مصرنا لو كنت نهارا ما اشتهيت أن أكون غير نيلك يا مصرنا لو كنت زهرا لاصطففت كالجنود ناشرا أريج روحي في سبيلك لو كنت زهرا لاصطففت كالجنود ناشرا أريج روحي في سبيلك يا مصرنا يا مصرنا لو كنت مهارا لانسكبت كالصهيل فوق مرتوي نجيلك يا مصرنا لو كنت مهارا لانسكبت كالصهيل فوق مرتوي نجيلك يا مصرنا لو كنت بدرا لانقسمت طائعا أهلة على نخيلك لو كنت بدرا لانقسمت طائعا أهلة على نخيلك يا
يا مصرنا لو كنت شمسا ما برحت الأرض أرعى خط طولك. يا مصرنا لو كنت شمسا ما برحت الأرض أرعى خط طولك. يا يا مصرنا افتح طريق افتح طريق افتح طريق. اعرف اخبار الطريق على راديو هيتس. طيب تعالوا نعرف ايه اخبار الطريق. النشره المريه الاولى من بتقول ان كوبري 6 اكتوبر من التحرير لمدينه نصر ماشي ومن باقي الطريق لذيذ. نفق الازهر اتجاه وسط البلد واتجاه صلاح سالم روعه. المحور من كوبري 15 مايل الدائري ماشي وباقي المحور ممتاز. وكوبري 15 مايل اتجاه وسط البلد زحمه واتجاه المهندسين لذيذ. صلاح سالم من المطار لنفق العروبه زحمه غير كده لذيذ. الاوتوستراد زحمه من حلوان للدائري وباقي الاوتوستراد زي الفل. كورنيش النيل ماشي من المعادي لشارع القصر العيني ومن اركاديا لوسط البلد غير كده جميل. والدائري زحمه من وصله المريوطيه للاوتوستراد. خدوا بالكم سوقوا كويس ربنا معاكم. نقرا المسجز اللي بتصبح علينا سريعا جدا. صباح الهنا والسعاده وصباحك زوزو يا زوزو ولا صباحك لولو يا لولو. بونجور زوزو ثانكس فور جيفينج اس مورنينج سمايل. ممكن نسمع حاجه لكاروكي؟ حاضر. جود مورنينج زهره. جود مورنينج راديو هيتس اودينس. اي ام امجد عندي 27 سنه. I wish you a happy day for you and all people. الله انت جميل قوي. صباح الخير يا امجد. صباح الجمال يا زهره. احمد ميدو صباح الخير. Good morning زازي. I hope from Allah to give you all happiness, welfare and love. You are deserving. ايه ده يا هبه الكلام الحلو ده على الصبح. انت اللي تستاهلي كل خير وشكرا ليكي والمسج الحلوه دي. وفي حد بيقول ليه اي روايه نتكلم عن صراع الستات في البحث عن الحريه بنلاقي فيها مشاهد اغتصاب او انتهاك لجزء. ده سؤال جاي لرشا وهنتكلم عنه اكيد يا ثروت وهساله لرشا. مش هساله لها اول سؤال انا اسفه بس ولا تاني سؤال مثلا عشان ما يصحش نرحب بالست كده بخناقه يعني. بونجور زوزو ثانكس فور جيفينج اس. ماشي ميرسي يا سرسوره. صباح الخير. محمود وعلا بيقول صباح جميل على زوزو كل الزهراويه ويا سلام لو لعبتي لو لعبت يا زهر. دي قالش ولا بجد يا محمود؟ حاضر. صباح الخير يا زوزو. بصبح على على مصباح المنورني ده نادر سعيد. مصباح قاعد معاك دلوقتي ماشي. صباح الخير يا نادر وصباح الخير يا مصباح. و صباحك زهره يا زهرين. دكتور نوره صباح الهنا. مكملين معاكم يا جماعه. 8802 رقم الاس ام اس. خد فكره واشتري بكره عن جواري العشق. وضيفتنا النهارده الروائيه الدكتوره رشا سمير. حاجات كتير قوي مع بعض وهنعرف حاجات كتير جدا جت في ميعادها. و يعني حلقه ان شاء الله خليكم ظابطينها معايا عشان هتبقوا مبسوطين جدا واحنا بنناقش حاجات كتيره جدا رشا كتبتها. وكمان خاصه يعني هناخد فكره كبيره عن جواري العشق النهارده. فخليكم معانا ومكملين معاكم دقايق وهنلاقي الصوره. دقايق يعني مش دقايق دي مش كمان دقيقه فتقولوا لي فين الصوره. دقايق يعني ممكن من 5 ل 10 دقايق وتلاقوا الصوره على الفيسبوك فان بيج اللي هي radio_hits 88.2. روقوا كده بس انتوا روقوا نسمع الميدلي اللي رايح ده ونرجع تاني فابدأ يومك على راديو هيتس. صباح الخير.
je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Burning suns, winds of desire, mirrored oases reflect a burning fire within my heart, unwatered, feeding the flames, welcoming you to my harem. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. You are living on the moda, but if you drink whiskey and soda, all you do is sing of tea. You dance the rock and roll. You play a baseball. Those cigarettes you smoke leave a mama broke, then she shouldn't make it home. Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, oh, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. It's raining men, hallelujah, it's raining men, yeah, yeah, it's raining men, hallelujah, it's raining men, yeah, yeah. Yo, tell me what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, really, really, really wanna zika zika. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. I'd give my all to have just one more night with you. I'd risk my life to feel your body next to mine, 'cause I can't go on living in the memory of a song I give my all, because I'm lonely, lonely, lonely. I'm lonely, lonely, my life.
yeah. Hear me, baby, one more time. Oops, I did it again. I played with your heart. You're lost in the game. Oh, baby, baby, oops, you think I'm in love. Then I'm sent from above. I'm not that Shakira, Shakira. Oh, I'm tonight, but my hips don't lie. I'm starting to feel the boy and his action, the attention. Do you see, baby, this is correction. Yeah, I'm on tonight, but my hips don't lie. I'm starting to feel your boy. Come on, let's go. Let's go to the star in our Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. صباح الفل يا زوزو، انا هفطس واعرف اسم اغنيتين عشان اجيبهم. الميكس ده ايه؟ دي نسمة محجوب وده السلو ميدلي، ماشي؟ هو اسمه كده اللي شغال. صباح الخير، صباح الهنا يا زوزو، يوم حلو عليكي. التراك دي تحفه، ممكن تقولي اسمها من نسمة محجوب يا مي. صباح الفل، صباح الفل يا زوزو، والله انت تواهي خناقه المرور للشغل يوميا. شرف، صباح الخير يا شرف، خليك ظابطها ومعليها. طب يا جماعه النهارده عندنا فقره خد فكره واشتري بكره، وبعد الميدلي بقى اللي جاي التاني بتاع عبد الوهاب اللي هو رامي رفعت بيغنيه، هنبتدي على طول فقرتنا خد فكره واشتري بكره. هناخد فكره مفصله عن جواري العشق وعن رشا سمير. خليكم معانا وخليكم ظابطينها ومعليينها. يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك. يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك. يهدي لي الأمل والهوى والقبل يا وردي. يا وردة الحب الصافي، تسلم ايدين اللي ساكي. يا هل ترى، يا هل ترى، يا هل ترى ايه انكتب للفؤاد. يا هل ترى ايه انكتب للفؤاد. كم من فجر صحيت وصحاني على عهودي، وحتى العين في غفلتها بتصحى دموعها في خدودي. يسبح في الفضاء شاغل شغلني عن حطب عودي. وهبت وجودي علشان وعمري ما عشت لوجودي. جفنه علم الغزل، ومن العلم ما قتل. أحرقنا نفوسنا في جحيم من القمل، ونسبنا ولم نزل حلم الحب والشباب. حلم الزهر والندى، حلم
رضا برعة تبعث الجنون كيف يشكو من الظما من له هذه العيون كيف يشكو من الظما من له هذه العيون أضحك لهم والبكا غالب على حالي أشكي لمين الهوى والكل عزالي أضحك لهم والبكا غالب غالب على حالي وآه من عوزلي وآه من قلبك الخالي من قلب القاهرة راديو هيتس. العالم بيتغير بسرعة ولازم تسبق، وعشان تسبق لازم تكون على الطريق الصح، ولازم تبقى عارف ايه خطوتك الجاية، ويكون معاك شريك يتأكد ان كل خطوة تاخدها هتخليك دايما في المقدمة. مع اميريتس NBD برايورتي بانكينج انت دائما على رأس اولوياتنا. نوفر لك علاقة بنكية متخصصة، مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المميزة، اسعار تنافسية على قروض الودائع، حلول استثمارية توفر اعلى عائد وامتيازات حصرية لاسلوب حياة مختلف. مشوارك قصة نجاح، مع بعض هنكمل كتابتها. اتصل على 19267. اميريتس NBD برايورتي بانكينج، تطبق الشروط والاحكام. شافل هيتس. Hey guys, I'm Ariana Grande. Don't believe me, just watch. What's up? This is Mark Ronson. Yeah, what's good? This your boy Flo Rida. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Hi, my name is Nicki Minaj. You better play that sax. Give it to me. My name's Blaze. شافل هيتس كل يوم حد واثنين وثلاث من 9 ل 10 بالليل مع باسم كميل على 88.2 راديو هيتس. اظبطها وعليها. I'm Nicky Romero and you are listening to Radio Hits 88.2. بروتوكول مع الدي جي Nicky Romero. كل خميس الساعة 11 بالليل. Every Thursday 11 p.m. on Radio Hits 88.2. على راديو هيتس 88.2. اظبطها وعليها. الكتب هنا كتير جدا. نجيب محفوظ، أنيس منصور، طه حسين، شكسبير، باولو كويلو. لا أنا باخد فكرة. خد فكرة واشتري بكرة في ابدأ يومك على راديو هيتس مع زهرة رامي. راديو هيتس اظبطها وعليها. انتوا بتسمعوا ابدأ يومك على راديو هيتس 88.2 والفيسبوك فان بيج راديو اندرسكور هيتس 88.2. تقدروا تخشوا تلاقوا الصورة من قلب الحدث، من قلب الاستوديو، صورة دكتور رشا سمير. هي ضيفتنا النهارده. هي دكتورة لأنها طبيبة، وهنعرف أكتر أكيد وهنعرف حاجات مفصلة عنها يعني. ولكن خلينا نقول النهارده رواية النهارده من تراث خاص جدا، ودكتور رشا معروفة إنها مؤمنة بقضايا المرأة وبين كتير جدا في أعمالها. النهارده نركز أكتر على روايتها المنتشرة بشكل كبير ومحققة نجاح هايل جدا جدا جدا، ألا وهي جواري العشق. وبرضه هنتكلم عن بقية أعمالها أكيد وناخد عنها فكرة سريعة كده. فأي حد بقى عايز عنده أي سؤال يبعت مسج على 8802 أو يكتب الكومنت بتاعه على الفيسبوك فان بيج. وخلوني أرحب بقى بدكتور رشا. أقول صباح الهنا. صباح الفل يا زهرة. أنا يعني جاية في ميعادك بالظبط جدا خالص. فيعني لازم مع بتوع اللبن الصبح عشان أجي. أنا عارفة، معلش إحنا آسفين على الموضوع ده، بس صباح الفل. وخليني بقى إيه يعني، إحنا لما بنبقى مستضيفين الرواية أو كاتب الرواية نحب طبعا ناخد عنه نبذة كده عشان نعرف الباك جراوند بتاعت اللي بيكتب عاملة إزاي، فنقدر برضو نكون أفكاره كده. فدكتور رشا سمير،
تركتي الطب؟ لا 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 تصدقي خالص. ما تركتيهوش؟ لا ما زلت بمارس طب الاسنان، يعني انا دكتوره اسنان. اوكي. ومعايا ماجستير ولسه بشتغل في العياده يعني زي ما انا. بس بتكتبي من زمان جدا برضو كصحفيه، وبعدين تبتدي تعملي روايات كتيره. هو الحقيقه العكس، وانا بدات اصلا كروائيه. يعني انا بدات اكتب من ايام ما كنت 15 سنه. اول تجاربي يمكن وانا في المدرسه يعني. اوكي. واول حاجه اتنشرت لي وانا في الجامعه، اول مجموعه قصص قصيره. ده مش معناه ان انا كبيره على فكره، مش عايزاك تضحكي يعني. لا انا بضحك علشان انت اكتشفتي بدري ان انت بتكتبي وبرضه اخترتي كارير تاني. الحقيقه يعني انا كنت حابه الكتابه جدا وكنت واخداها هوايه. وحاجه غريبه جدا ان انا كان طول عمري حلمي ان انا ابقى دكتوره وابقى كاتبه. ما تسالنيش ازاي، مش عارفه الحقيقه. لكن لما جيت بقى ثانويه عامه، عارفه جبت مجموع استخسرته. عارفه طبعا. لا فكرت الحقيقه ان انا اخش كليه الاعلام، لكن لقيت ان الكتابه يعني حاجه يعني انت لو موهوبه مش محتاجه انك تدرسي يعني، وهتقدري تحققي ده يعني مع الوقت. فدخلت كليه الطب وما زلت بمارس المهنتين يعني. وبتحبي المهنتين يعني؟ جدا يعني. عشان كده ما تخلتيش عن الطب. اصل في ناس كتير تخلت عن الطب لما دخلت في الكتابه او اعلام او غيره، لكن الحقيقه انا مقتنعه جدا بيا كدكتوره سنان يعني، او انا حابه المهنه يعني. اوكي. فانت من زمان بتكتبي قصص قصيره لحد ما قلتي انا هعمل روايه بشكل بقى احترافي وتنزليها تصدر مع دار نشر وكده، صح؟ هو الحقيقه انا كنت يعني اول مجموعه قصصيه صدرت لي كان سنه 95 تقريبا. وكانت يعني كانت حاجه عن الهيئه العامه للكتاب. اوكي. وبدات كتبت مجموعه. مش معناه ان انت كبيره برضو. لا 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 خالص، ما انا مواليد 94. اول مجموعه صدرت 95. اوكي انا موافقه. ميك سنس يعني. بعد كده قلت يعني ناس كتير بدأوا يقولوا لي لا الروايه ولازم تكتبي روايه، من ضمنهم والدتي اللي كانت دايما بتشجعني الحقيقه وما زالت يعني. فقالت لي تكتبي روايه طويله، الروائي يعني يكتب روايه. فبدات بقى فكره الروايه يعني طب اجيب ايه، طب اكتب عن ايه. جات لي فكره جوال العشق في الاول، لكن حصل اول فكره جات لك كانت اول فكره كانت جوال العشق، بس انا كنتها الحقيقه. انا اخر روايه انا عايزه اقول لك ان هي سبع عمل ليا طبعا. في قبله 4 قصص يعني 4 مجموعات قصص. معبد الحب، حب خلف المشربيه، يعني ايه راجل البنات في حكايات، ودويتو طبعا العمل اللي هو كان دويتو مع هشام الخشن، صح كده؟ اوكي. واخر حاجه بقى جوال العشق. لكن الفكره حسيت انها كانت صعبه جدا، لان هي فكره بتتكلم عن حريه المراه من ايام عصر المماليك. وكانت محتاجه دراسه طويله جدا برضه في المماليك عشان ما يحصلش غلطه تاريخيه وانا بكتب يعني. بالظبط. فركنتها الحقيقه. وانا عندي يعني بنتي تينيجر يعني، فقعدت مش عندها 3 سنين تينيجر بدء يعني اداء مش سنا يعني. فمن كتر ما بشوف صحابها وقعدت معاها وهي صاحبتي قوي الحقيقه، فيعني بدات يعني اتلفت نظري لموضوع او يعني عالم التينيجرز. هو عالم اللي هو مجهول، اللي هو سن 16 17 15. الحقيقه البنات في السن ده ما بيلاقوش حد يتواصل معاهم ويسمعهم، فبدات احس ان عندهم مشاكل. دخلت بقى مع اصحابها، وانا عموما صاحبتها قوي وبالتالي صاحبه اصحابها قوي، فحسيت ان يعني في بعض المشاكل الكومن موجوده في كل البيوت يعني. اوكي. فجات لي بقى فكره بنات في حكايات، فسبت جواري العشق كملت بنات في حكايات، والحمد لله حققت بنات في حكايات نجاح يعني. هي معايا جدا حاجه اصلا جانر مختلف تماما، بس بالزبط. في كل يعني عملتي كذا جانر، وهنتكلم برضو عن المجمل الاعمال بس لغايه ما نوصل لجواري العشق. ولكن في كل الاعمال معروف ان انت مناصره المراه ومناهضه المراه. جدا. طب انت يعني بتحبي التصنيف؟ اقدر اقول على ادبك ادب نسوي؟ لا الحقيقه ما بحبش التصنيف. ما تسالنيش ليه، عندي حساسيه من موضوع الادب النسوي. ما فيش حد بيحب التصنيف. بس لا يعني انا مش مقتنعه بان في حاجه اسمها ادب نسوي اصلا، وقلت الكلام ده 500 مره. لان يعني لو الادب النسوي هو الادب اللي بيتكلم بصوت المراه، كان احسان عبد القدوس بادب نسوي. لكن احسان عبد القدوس راجل كتب بصوت المراه وبقلم المراه، ولكن كان راجل وتبنى قضاياها يعني. فانا لا ضد التصنيف ده الحقيقه. طيب ده كده يعني اجابه نص السؤال بتاع السؤال اللي جه، اللي هو بيتكلم عن ليه كل الادب النسوي كذا كذا كذا. هسالك بقى بقيه الاسئله وهنعرف كذا 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 اللي انت لسه سامعاها، اللي انت لسه سامعاها ده. بس هنتكلم فيه اكتر بالتفصيل طبعا لما نتكلم عن الروايه ونروح للروايه. ولكن احنا عرفنا كده الباك جراوند. رشا سمير دكتوره طبيبه اسنان، وبتكتب من زمان جدا مع انها صغيره جدا. اشكرك جدا. واحنا مكملين معاكم في ابدا يومك على راديو هيتس. اي حد عنده اي سؤال يبعته على 8802 والفيسبوك فان بيج بتاعتنا راديو _هيتس 88.2. صباح الخير. براحتي مفيش حد هيحكم فيا ويقيدني شوية شوية، وكل يوم يعمل لي حكاية. اشمعنى لازم ارضى بكل طباعه زي ما اكون خاتم في صباعه؟ الحال ده ما ينفعش معايا.
يخنق فيا. بصراحة ما حدش يستاهل علشانه انام يوم زعلانة. الدنيا دي لعبة بنلعبها، يا بنخسرها يا بنكسبها، وانا كل اللي بيشغل بالي اطلع في الاخر كسبانة. براحتي مفيش حد هيحكم فيا ويقيدني شوية شوية، كل يوم يعمل لي حكاية. عيش معنا لازم أرضى بكل طباعه، زي ما أكون خاتم في صباعه. الحال ده ما ينفعش معايا. براحتي. الكتب هنا كتير جدا، نجيب محفوظ، أنيس منصور، طه حسين، شكسبير، باولو كويلو. لا انا باخد فكرة. خد فكرة واشتري بكرة في ابدأ يومك على راديو هيتس مع زهرة رامي. راديو هيتس اظبطها وعليها. مكملين معاكم 8802 رقم الاس ام اس، ومكملين كمان مع دكتور رشا سمير، وبنتكلم عن جواري العشق. واحنا هنا بقى في خد فكره واشتري بكره بنتكلم اول حاجه عن انه طبيعي لما حد بيخش مكتبه اول حاجه بتلفت نظره اسم الكتاب والغلاف بتاع الكتاب وحجم الكتاب. اتخضيتي ليه كده؟ حتى هنا لنا وقفه. يعني ده 530 صفحه بس على فكرة. بصي يعني مش كده يا جماعه، مش كده. طيب خليني الاول اتكلم عن الغلاف بتاع الكتاب. يعني جواري العشق هو انت اوريدي قلتي ان انت بتتكلمي عن عاصم مملوكي، واوريدي اسمه كمان جواري العشق، تحسي ان هو بيتكلم فعلا عن الوقت ده والايرا دي. فبنتخيل ان ممكن يكون في حاجه ليها علاقه بالشكل المماليك او شكل المملوكي او كده، بس بنلاقي بنت وبعدين بنلاقي بقى البوكس اللي هو في الغلاف ده. تصميم الغلاف كان بناء على يعني اقتراحات منك، ولا حد قرا الروايه وهو صمم الغلاف وانت كنت عندك اي تحفظات او حاجه؟ لا، هو الحقيقه كان بناء على اقتراحات مني. يعني انا كان في بالي وانا بكتب شكل معين للغلاف، لان هي الروايه بتتكلم عن 3 اجيال. الجيل الاولاني بيبدا بجاريه في عصر المماليك، وهي يعني بتضع احلامها كلها وقصتها في صندوق، والصندوق ده بتطلب ان هو يتورث للاجيال الجايه من نسلها. فبيروح اول بقى نقله من بعد المماليك بتبقى فتره السادات او فتره التحولات اللي حصلت في السبعينيات، وبعدين بعد كده بينتقل لفتره ما بعد ثوره يناير. فانا كان في بالي ان يتعمل البنت ما تبقاش باينه هي منين. انا كنت عايزه مش عايزه ملامح واضحه، انا كنت عايزه ابين ان هم 3 بنات سيلواتس او غيره، واهم حاجه ان كان يهمني الصندوق يظهر. فالحقيقه هو اللي مصمم الغلاف الاستاذ عمرو كفراوي، هو يعني شاب مجتهد جدا، والحقيقه انا طلعت عينه. يعني هو عمل كذا تصميم، والحقيقه كان في كل مره عارفه اللي هو اول مره اشوف الغلاف اقول لا مش هو ده اللي كان في بالي. فنقعد بقى نتناقر ونعمل، ودار النشر يعني واقعين في النص الى ان عمل الغلاف ده. فهو كان احسن ما طرح، يعني برضو ما حققش الفكره اللي في بالي، ولكن الحقيقه عجبني. والحقيقه الغلاف ساعد كتير مع الروايه، لان فعلا الغلاف حلو يعني. طبعا عاده بقى الستات برضو بيتدخلوا اكتر في الالوان والحاجات وكده، بانهم بيبقوا فاهمين في ده اكتر. يعني الروائيات او الكاتبات عامه بشكل عام لما بسالهم عن الغلاف بيبقوا هم ليهم الالوان حسيت ان هو كذا، وبيبقوا عندهم الفكره الاكبر. فيعني كنت متعبه بقى مع عمرو؟ لا، ده انا كنت متعبه مع دار النشر. اسالي دار النشر بقى. يعني الحقيقه انا كان يعني انا عموما على فكره اعتقد ده جزء من شخصيتي، لان انا برج الجدي، واعتقد ده برج عنده مشاكل. يعني فانا كنت شايفه يعني نرجع بقى نعيد الحلقه من الاول. يعني انا بيبقى عندي في دماغي حاجه معينه، وحقيقه انا يعني طول عمري بيرفكشنست، يعني انا عايزه الحاجه تطلع احسن حاجه. ودي مشكله على فكره عنيفه جدا، نفسي ابطلها ومش عارفه يعني. فانا الروايه من اول ما بدات اكتبها انا كان في بالي عنوان جواري العشق، او يعني كان او كان ما بين جواري العشق، عشق الجواري، يعني في المود ده يعني. طبعا دار النشر ونظرا ان القائمين عليها هم شباب يعني، فطبعا هم كانوا شايفين وعندهم حق على فكره في النقطه دي، ان جواري العشق ده يجوز يكون اسم تارجتنج فئه اكبر شويه، وهم عايزين تارجت الشباب.
فقعدنا بقى نتناقل في موضوع الاسم والكفر ده حوالي 6 اشهر، ده مش كتير يعني. لحد ما يعني انا قلت له خلاص مش هنطبع يا جماعه، ودخلنا في خناقه وبتاع، بس هم الحقيقه متفاهمين جدا وداعمين ليا طبعا كمؤلفه عندهم يعني. ودايما النجاح بيبقى دار نشر ومؤلف، مش حاجه واحده يعني. طبعا ماركتنج مهم جدا. يعني في الاخر قررنا ان خلاص يعني لما يئسوا خالص، ما انا يأستهم بقى ننزل جواري العشق. وفوجئنا الحقيقه ان الحمد لله ان العنوان والكفر، ويعني الحمد لله ان هم كان اختياري، ومع ذلك الحمد لله طبعا ما حدش يعني بيبقى ضامن النجاح، لكن توفيق من عند ربنا يعني. ان العنوان والكفر كان ليهم الحقيقه يعني مشوا زي النار في الهشيم زي ما بيقولوا. العنوان كان مساعد جدا ان الروايه تبيع. والحاجه الاغرب ان احنا كنا خايفين من فئه الشباب، لا الشباب اللي قروه كتير جدا والكومنتات موجوده كتير جدا. خليني بقى اوصل بقى لحجم الكتاب يعني، وبالذات بقى ما دام ذكرتي الشباب بقى وكده. دايما عاده يعني احنا الحمد لله في خد فكره واشتري بكره معظم الكتب اللي احنا بنبقى بنتكلم عنها الناس بتتحمس لها وبتقراها فعلا، بس برضو الحجم بيبقى مهم يعني. في الوقت الحالي ناس كتير بتتكلم على انه احنا عايزين حاجه سريعه، عايزين حاجه تخلص بسرعه. الروايه طبعا لو هي دائما وابدا بتفرض نفسها، لو هي حلوه وبتخلي الواحد يبقى قاعد على لغايه ما بيخلص، وده حصل مع جواري العيش، عشان كده عملت نجاحات كتير. كنتيش قلقانه قبل ما برضه هرجع اقول لك ان دار نشر هم كانوا قلقانين اكتر مني، لان برضه بالنسبه لهم اولا ده تكلفه طباعه، وثانيا ان ده هيخلي بيعها في السوق اصعب. لان زي ما انت بتقولي الشباب دلوقتي بيدور على حاجه التيك اواي السهله اللي هو 100 صفحه و200 صفحه. لكن الحقيقه انا يعني انا عن نفسي عشان بقرا، والدتي عشان قارئه، احنا كلنا بنقرا كتب 500 و600 صفحه، ده عادي جدا. لانك بتقولي ان الروايه الكويسه بتفرض عليك انك تقريها. انا فوجئت الناس كتير جدا بعتوا لي قالوا لي مثلا احنا خلصنا روايه في يومين، وانا ما اعرفش خلصوها في يومين ازاي، انا لا يمكن اخلصها في يومين، لكن الحقيقه خلصوها في يومين وشباب كتير جدا قروها، وبدليل ان حققت 8 طبعات. ما كانتش هتعمل كده الا اذا كانت الناس تستساغتها يعني. طيب ما تيجي كده نعرف كمان ايه اللي مكتوب على الغلاف ورا، بما اننا يعني هنقلب بقى الكتاب كده، بيبقى مكتوب ايه بقى؟ قروا لنا كده. بصي هو يعني مكتوب على الغلاف 4 نساء في 4 أجيال مختلفة خلال 4 أزمنة متباينة، تحمل كل منهن جينات من سبقتها وتسير على طريقها بحثا عن الحرية، بداية من سلاطين المماليك ومرورا بتحولات فترة السبعينيات ووصولا إلى تغييرات المجتمع المصري مطلع 2011. إنها رواية تستحق القراءة لأنها تضع تاريخا ناعما لحرية المرأة، وفي الوقت نفسه تحرر تاريخها من صورة نمطية سرعان ما تتحول إلى كرباج لجلد الذات. This is Radio Hits. يلي تمنها دمار ضحكت على عقل السلطان، قادت جوه في قلبه النار وسابته سهران ليله حيران. الجارية اللي تمنها دمار ضحكت على عقل السلطان، قادت جوه في قلبه النار وسابته سهران ليله حيران. ده بقلبه المخدوع في عينيها ضيع ملكه وعمره عليها، ده بقلبه المخدوع في عينيها ضيع ملكه وعمره عليها. واللي جراله ما كان عالبال، اللي جراله ما كان عالبال، اللي جراله ما كان عالبال. لا 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 لا. كانت جارية في وسط السوق زيها زي جواري الشام، بص لها السلطان وبذوق قال الحلوة دي تبقى بكام. كانت جارية في وسط السوق زيها زي جواري الشام، بص لها السلطان وبذوق قال الحلوة دي تبقى بكام. كان شاري من أول نظرة ولا كان داري هيخسر ايه، كان شاري من أول نظرة ولا كان داري هيخسر ايه. ده بقلبه المخدوع في عينيها ضيع ملكه وعمره عليها، ده بقلبه المخدوع في عينيها ضيع ملكه وعمره عليها. واللي جراله ما كان عالبال، اللي جراله ما كان عالبال، اللي جراله ما كان عالبال. لا 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 لا. حطها جوه عينيه وفي قلبه وسقاها أشواق وغرام، خباها من برد الليل ويقول ذنبها ايه يا حرام. حطها جوه عينيه وفي قلبه وسقاها
أشواق وغرام خباها من برد الليل ويقول ذنبها ايه يا حرام. كان شاري من أول نظرة ولا كان داري هيخسر ايه. كان شاري من أول نظرة ولا كان داري هيخسر ايه. ده بقلبه المخدوع في عينيها ضيع ملكه وعمره عليها. ده بقلبه المخدوع في عينيها ضيع ملكه وعمره عليها. واللي جراله ما كان عالبال اللي جراله ما كان عالبال اللي جراله ما كان عالبال. لا 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 لا. الجريان مود نار الدارت هربت ولا عادت بتبان. الجريان مود نار الدارت هربت ولا عادت بتبان. وبقى السلطان يسهر ليله وهي عينيها العسل تنام. الجريان مود نار الدارت هربت ولا عادت بتبان. وبقى السلطان يسهر ليله وهي عينيها العسل تنام. باع ملكه باع عرشه تاني لغيره من أهل الشام. باع ملكه باع عرشه تابه لغيره من أهل الشام. والجارية اللي هواها في يوم حبت واحد من الخدام. 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 تمانية 88.2 صاحي بدري، الدنيا برد بس مش مهم النهارده ايه ولا ايه اللي بيحصل حواليك. صاحي وفي هدف محدد في دماغك، هو ده اللي انت عاوز توصله اول حاجه في اليوم. واحد اسبريسو اون دران لو سمحت. هو ده، نفس عميق، خد وقتك، شم ريحه القهوه القويه. المهم انك بدات بكوفي اون ذا ران، بعد كده مش مهم اليوم في ايه. اون ذا ران، the best takeaway coffee in town. هاردويل On air مع دي جي هاردويل. Hello Egypt, this is Hardwell. كل يوم جمعة من الساعة 12 ل1 بالليل. Check out my radio show every Friday at 12 a.m. on Radio Hits 88.2. هاردويل على راديو هيتس 88.2. اظبطها وعليها. هاردويل. After 12 presents to you the top DJs of the world. Hi, this is David Guetta. This is Avicii. This is Rehab, and you're listening to Radio Hits. Hey, this is Cruella. Hello, Egypt. I am Fetty Legrand. This is Dairo. Hey, guys, I'm Dash Berlin. Hey, this is Never. Hello, Egypt. This is Cosmic Gate. Hey, this is Danik. This is Laidback Luke. This is Ferry Corsten. This is W&W, and you're listening to After 12 on Radio Hits 88.2. 88.2. After 12 مع أشهر الدي جيز في العالم. كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 1 بالليل على راديو هيتس 88.2. اظبطها وعليها. الكتب هنا كتير جدا. نجيب محفوظ، أنيس منصور، طه حسين، شكسبير، باولو كويلو. لا أنا باخد فكرة. خد فكرة واشتري بكرة في ابدأ يومك على راديو هيتس مع زهرة رامي. راديو هيتس اظبطها وعليها. صباح الفل عليكم ولسه مكملين معاكم. خليني يا رشا اقرا لك مسجز من اللي جت. صباح الخير، روايه رائعه وقريتها في يومين كانت شداني جدا بجد
كاتبه اكيد هو بيكمل يعني، بس المسج ما كملتش. ششتاوي بيقول غيري اسم يوم الاربعاء اللي هي ومشاكلها. حاضر يا ششتاوي هعمل كده حاضر. زوزو ممكن اغنيه انت تؤمر اغنيه منازل الازهر. حاضر يا شرف. هو ما فيش مشاكل الرجاله تناقش ولا هنفضل مغروسين في مشاكل الكائن المعقد اللي اسمه المراه؟ بصوا مين ده واحد معقد؟ ده ششتاوي هي عرفت. انا قريت المسج من غير لما اقول اسمك يا ششتاوي، هي عرفت لوحدها، لا تعرفني ولا اعرفك، ضيفه جميله عزيزه، عرفت ان انت معقد لوحدي. انا قلت حاجه؟ انا قلت ششتاوي؟ لا خالص، انا عرفت لوحدي والله. صباح الفل عليكم، مكملين معاكم طبعا الفيسبوك فان بيج برضو. في سامويل يسري بيسمع وبيقول وسمير امين الزاهد بيقول اعتقد ان انا في امثل حاجه لتخصيص حلقه للكاتب ومفاجاه. ماشي حاضر من عناية الاثنين. وبيتكلم عن ان احنا عايزين نعمل حلقه للكاتب الله يرحمه محمد حسنين هيكل. ومحمد امام ومينا فؤاد بيصبحوا بيقول فيرست لايك وسكند لايك، هم مبسوطين يعني بيتسارعوا على اللايكس. كويسين مش معقدين، هو في بعض المستمعين كويسين. طيب خلينا بقى نرجع لجواري العشق. وانت قلتي يا رشا انه الجواري العشق انت ابتديتيها اصلا، هي كانت اول فكره تجيلك كروايه يعني قبل ما تعملي الاصدارات اللي قبلها. قعدتي تشتغلي عليها يعني، وانت بتشتغلي على الاصدارات اللي قبلها كنت بتشتغلي على جواري العشق. عرفتي ازاي الفايل بتاع ان انت تعملي الحقبه التاريخيه ديت وتذاكري تفاصيل علشان تطلعي كل حقبه بمشاكلها وحاجاتها تاريخيا من غير ما حد يمسك عليكي مشكله؟ واكيد جالك مشاكل وهنتناقش فيها ونتكلم فيها، ده برضو يعني لا هو الحمد لله على فكره يعني النقاد اللي كتبوا عنها ومنهم يعني الدكتور صلاح فضل، وده ناقد كبير يعني، ما يعني الحمد لله ما ظهرش فيها اي اخطاء مشاكل ادبيه تاريخيه. اوكي، ده لان الحقيقه انا عملت بقى يعني عملت سيرش على التاريخ يعني محترم يعني. أوكي. انا ما دخلتش على النت وما طلعتش حاجات من على النت، لا انا جبت كتب ورجعت المراجع وبقيت اطلع ملخصات واكتبها في كراسه عشان ابقى عارفه شكل الاسواق كان ايه، شكل لبسهم كان ايه، كانت الوظائف بتاعتهم، الوظائف كان ليها اسامي مكلكعه كده، فحبيت يعني اعيش الجو ده عشان اعرف اكتب عنه. وحتى الاسم السلطان اللي انا كاتباه ما هوش اسم سلطان حقيقي يعني، انا ما قلتش مثلا السلطان فلان، لان لو قلت مثلا السلطان ده وهو شخصيه حقيقيه هيقول لك ما هو ما حصلوش ان هو حب جاريه او حب غير يعني القصه مش مظبوطه، فمعنى كده انك هتلعبي في التاريخ طبعا. فجبت اسمين ما لهمش علاقه بحد، اسمين قدام يعني، وعملت ان هو طبعا هي فكره خياليه مش موجوده يعني. كرييتد اشخاص. فتره المماليك خدت مني دراسه طويله جدا، خدت حوالي سنه تقريبا ان انا اقعد اكتب واطلع الكلام ده، لان انا كمان ما بكتبش بشكل يومي يعني. وفتره المماليك خدت منك اكتر شغل، بس مش عشان بس التاريخ بترجعي للتاريخ، على قد ما هي البذره اللي بتوديكي بقى لمشكله العصور اللي بعدها. بالظبط، مع ان على فكره ان الفكره لما جات لي، الفكره جات لي قبل بنات في حكايات يعني. لما جات لي الفكره جات لي من النهايه بتاعه الروايه مش من بدايتها، من يعني حد من البنات اللي هم بتوع حقوق المراه وحقوق الانسان. وعلى فكره انا مش مع منظمات حقوق المراه، بس عشان ششتاوي ما يفتكرش ان يعني الموضوع على فكره ما فيهوش عقد نفسيه ولا حاجه على الاطلاق يعني. انا مع حريه المراه الطبيعيه، ومش مع مش عايشه في وهم ان المجتمع بقى ولا قاهر المراه، ما حدش قاهر حد على فكره. انا بتكلم عن يعني النهايه بتاعت الروايه بتتكلم عن البنت لما خدت حريتها بعد الثوره ونزلت ودفعت عن الحريه دي، وفي بعض الاشخاص اتهيأ لهم ان هم ان هي دي الحريه، او ده مفهوم الحريه يعني. البنات اللي كانوا بينزلوا ويقفوا في الميادين ويتعروا ويدافعوا عن الشرعيه، الشرعيه مش ان انت تقفي عريانه في الميدان، لان وقفتك عريانه في الميدان يرجعك تاني. ما انا ما بتكلمش عندنا التحرير على فكره عشان ما يتفهمش غلط، انا بتكلم في الميادين اللي بره زي السويد وغيره. الوقفه دي رجعتك تاني جاريه، ولكن بارادتك يعني. انت النهارده اخترتي ده، على الاقل جاريه المماليك صحيت لقت نفسها جاريه يعني، صحيت لقت هي موجوده في عصر جواري فحرم لك، فالسبيل الوحيد ليها ان هي باختيارك حريتك وخيلت لك ان هي دي حريه ان انت توصلي لنفس النتيجه، فجبتي بقى الاصل بقى نفسه بتاعك. انا كنت عايزه اقول في النهايه يعني ان بالعكس ده يمكن في العصور القديمه الست فهمت الحريه يعني اكتر من دلوقتي. ما كانتش الحريه انها تتحرر ولا تعمل اللي على مزاجها ولا لا، دول دفعوا عن ان الست تتعلم وان الست يكون لها صوت في البرلمان وغيره، وهي دي كانت الحريه الحقيقيه ان يبقى لها صوت. 8802 رقم الاس ام اس. مكملين معاكم ودينا بناخد فكره مفصله عن جواري العشق لدكتور رشا سمير. خليكم معانا لو عندكم اي اسئله او اي كومنتس 8802 او الفيسبوك فان بيج radio_hits 88.2 كازما.
الكتب هنا كتير جدا، نجيب محفوظ، أنيس منصور، طه حسين، شكسبير، باولو كويلو. لا انا باخد فكرة. خد فكرة واشتري بكرة في ابدأ يومك على راديو هيتس مع زهرة رامي. راديو هيتس اظبطها وعليها. صباح الفل. 8802 رقم الاس ام اس. احنا مكملين معاكم. حد بقى على الفيسبوك فان بيج، خليني اقرا لك برده كومنتس وبعدين نكمل كلامنا. يا رشا ريهام عجبي من على الفيسبوك بتقول انا اعتقد الجزء الاول من الروايه كان حلو، بس بعد كده كملت الروايه لانها كانت مستفزه جدا وعايزه اعرف هنوصل لايه. وفي الاخر انا ما وصلتش حاجه غير ان انا اتضايقت علشان مين دي ريهام عجبي من على الفيسبوك فان بيج. متضايقه ليه ريهام؟ ممكن تقول لنا طيب وجهه نظرها. طيب بالظبط، يعني اتضايقتي علشان ايه؟ حسيتي بايه في الاخر؟ اخوان مثلا او حاجه فاتضايقت ولا مش شرط؟ ما احنا هنتكلم في ده. طيب ياسر حمدي دودو انا مش ناقد ولا اي حاجه اكتر من اني بقول رايي. الجزء بتاع قمر جميل جدا، الجزئين التانيين هيزعلوا شباب كتير من الكاتبه عشان احنا اللي عملنا الثوره مش ناس تانية ومش عن طريق تدخل دول تانية ومش امثال علياء المهدي. وشكرا للكاتبه رشا كل احترام واسف على الاطلاله. لا مفيش اي اطلاله. طيب هنرد بس في مسج قويه جدا لازم اقراها لك. سوري، اللي حضرتك بتتكلمي عليهم هم عصر العثمانيين مش المماليك، وفي فرق ما بين هذا وهذا. فعلا ايه هذا وايه هذا؟ لا هو بس السؤال هو ده ضرب الودع يعني فعرف ان ده عصر المماليك. هو ايه اصلا اللي احنا بنتكلم عليه اللي في عصر العثمانيين مش المماليك؟ احنا ما قلناش حاجه خالص على فكره. وبعدين ما يمكن عصر الفاطميين جواري يعني يمكن الفاطميين يعني الجواري موجودين في كل حته يعني ما فهمتش قوي يعني بس تمام يعني يجوز اختلاف الراي لا يفسد الود قضيه. نرجع نتكلم عن الحته اللي ياسر تطرق لها الا وهي الجزء اللي هو ما بعد المماليك. انت عملتي تاريخ المماليك وكلمتي وتمام الجزء ده ما زعلش حد، ما يخصش حد. جينا على السبعينات وبعدين السبعينيات وما فيها بقى حتى الوصول ل 2011 زي ما هو ذكر اسامي. وفي اوريدي يعني ناس زعلت علشان ناس كتير يعني بس هقول لك ليه الناس زعلت يعني. هو مش عارفه ليه الحقيقه دايما بتزعل. الحقيقه فعلا اوكي. هو اولا فتره المماليك كانت فتره حالمه جدا، فالناس عاشت قوي مع قصه قمر وقصه الحب واللبس والجو. فحقيقه ناس كتير قالوا لي احنا حسينا ان احنا نزلنا من الحالم ده، الحلم الجميل ده، لان احنا دخلنا بجماعه الاخوان وبتاع. الموضوع ما كانش على فكره لا ضد جماعه الاخوان في المطلق ولا غيره الموضوع. وعلى فكره برضو هرد على موضوع ثوره يناير عشان ده توجه لي كتير قوي وظلم باين، ولكن مش مشكله برضو. بالعكس انا بلاقي الروايه لما بتعمل لغط او بتعمل اختلاف عليها ده بالعكس ده معناه نجاح. فالمفروض ان فتره يعني انا دورت في 3 عصور او في 4 عصور عن كلمه الجاريه، مفهوم الجاريه. يعني ايه جاريه؟ الجاريه في المماليك كانت جاريه بتتولد تلاقي نفسها جاريه عايشه في حرملك. وبعدين دورت على نموذجين بيدلوا على نفس المفهوم. فالنموذج الثاني كان امراه جماعه اخوان المسلمين اللي هي بتتجوز واحد وتصحى الصبح تبص تلاقيه انضم للجماعه او هو جزء من الجماعه، فيفرض عليها انها تبقى جزء من هذه الجماعه. اللي يعني ما عنديش اي شك على فكره ان هم كانوا بيوضبوا لمخطط التسلق على حكم مصر من 80 سنه. ما عنديش اي ولا اعتذر عن ده ولا غيره، انا مؤمنه بكده تماما وتاريخهم يشهد على ده واللي حصل بعد الثوره يشهد على ده. الناس كتير قالوا لي يعني انت قلتي تاريخيا خطا ان اللي قتل الرئيس الراحل انور السادات كانوا جماعه الاخوان. هو مش تاريخيا خطا ولا حاجه، هو اللي نفذ ده كانوا الجماعات الاسلاميه المتطرفه، ولكن كلهم خرجوا من تحت عباءه واحده، واللي ما نفذش خطط واللي ما خططش نفذ. فما فيش جديد يعني. بالظبط هم نفسهم على فكره منهم ناس مكتوب تاريخيا انهم اعترفوا بده. فيعني ما عنديش